حواوشي الصدق الفاخر من الآخر بطريقة بسيطة وسهلة هعمله معاكم، وكفاية نظافته وحلاوته. وبجد من بعد الفيديو ده مش هتشتريه تاني من برا. يلا نشوف عملناه ازاي. وأول حاجة هنحضر العجينة مع بعض. معايا نص كيلو دقيق، هضيف عليه معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة فورية ونص معلقة صغيرة ملح، وهزود عليه مية دافية وهبدأ كده أعجن. أنا ضفت المية حوالي كوبايتين، هعجن كده عجنة محترمة زي ما انتوا شايفين. واول ما العجينة تلم وتنعم معانا كده خلاص هدهنها دهنة زيت وهغطيها واسيبها في مكان دافي تخمر. ونحضر على طول الحشوة الجميلة بتاعتنا. معانا صدق، هبدأ كده اقطع الصدق وهنعم الصدق كده بالسكينة علشان ما يخرمش العجينة معانا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص قطعته ونعمته كويس. في بولة بقى هضيف الصدق فيها وهنزل عليها على طول ببصلاية كبيرة مفرومة في الكبة، وعليها قرن فلفل كده بارد وحامي، وكمان حزمة بقدونس. تمام. وهبدأ كده أضيف الملح وكمان الفلفل الأسود وكمون، وآخر حاجة شطة حراق عشان عايزينه سبايسي. تمام. وهبدأ كده أخلط المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبعد ما قلبتهم كويس هضيف طماطمايه متقطعة صغير وأقلبها كده بالمعلقة علشان ما تتهريش معايا. كده الحشوة جهزت وبقت تمام. وبصوا بسم الله ما شاء الله العجينة بعد ما خمرت بجد تحفة ونتيجتها تجنن. هبدأ كده أقطع العجينة وأقسمها. نص كيلو الدقيق هطلع معايا 8 قطع علشان هعمل بيهم 4 ترغيفة كبار. تمام. وابدأ كده بأول واحدة أنا قسمتها، هدي رش دقيق كده من تحت وعليها برضو رش دقيق من فوق، وهبدأ أفردها كده زي ما انتوا شايفين بالمبينة بكل بساطة وسهولة. تمام. ويكون سمكها مش رقيق خالص، يعني يكون ايه، وسط كده. تمام. وهاخد كمان القطعة التانية هفردها بنفس الطريقة. تمام. وبعد كده بقى هجيب الحشوة بتاعتنا الجميلة الصدوق، هبدأ كده اخد منها حوالي معلقتين كبار وهفردها برضو كده زي ما انتوا شايفين. وعلي التست كده برشة جبنة موتزاريلا، واختياري طبعا، لو مش متوفرة خلاص مفيش مشكلة. وبعد كده بقى هجيب القطعة اللي انا فردتها التانية اللي هي الوش بقى، هحطها كده وهبدأ اقفل بالطريقة دي. بجد تقفيله سهل جدا ومش صعب وبكل بساطة وسهولة، وكمان هيطلع معاكي زي اللي بتشتريه من بره واحلى كمان. وفي صينية بقى هدهنها دهنة زيت كده محترمة، وهبدأ اشيل الرغيف كده واحطه في الصينية، وهديله برضو تبطيطة كده على الحروف علشان الحروف تقفل كويس زي ما انتوا شايفين. بجد ما بياخدش وقت خالص وسهل جدا. وبالشوكة بقى اديله ايه شكشكتين كده عشان ما يقبش في الفرن، ولمعي الرغيف كده ودلعيه بدهنة زيت من فوق. وهعمل معاكم الرغيف التاني وهحط فيه مفاجأة، بس احلى مفاجأة. عارفين الجبنة المثلثات؟ هي دي. هتبدأي كده تحطي منها قطعتين 3 وتقسميهم كده في الرغيف، جبنة مثلثات أو كيري، وبجد هتخلي الرغيف ده في طعمه في حتة تانية. ميكس الصدق كده مع الجبنة بتسيح، بتخلي طعمه بجد خطير. لو جربتوها هيعجبكم قوي بجد. نصيحة مني بقى جربوه وقوليلي رأيكم طبعا. وهبدأ كده أقفل الرغيف، وبرضو أنا قصدت إن أنا أوريكم تاني تقفيلة الرغيف بجد بسيطة وسهلة وما فيهاش أي مشكلة. في نفس الصينية برضو دهنتها دهنة زيت. تمام. هتبدأي تحطي الرغيف فيها وتديله برضو ايه شكشكتين كده وتلمعي الرغيف بتاعك بدهنة زيت، ويدخل بقى على أعلى درجة حرارة. الفرن يكون سخن في أعلى درجة حرارة في الرف اللي من تحت. تمام. يا دوبك كده 5 دقايق. أول ما ياخد لون من تحت انت بتتابعيه، أول ما ياخد لون من تحت بتشغلي له الشواية عشان ياخد اللون الجميل ده ويطلع بالجمال والحلاوة دي. وممكن تديله رشة مية أول ما يطلع من الفرن وتغطيه علشان يفضل طري معاكي وبالجمال والحلاوة دي. بجد خطير. لو عجبكم اعملوا لي لايك ومتابعة، قولي لي رأيكم في التعليقات.